مين صدفت؟ الحما الراجل المنسون. ده بيبقى اصعب من الست. بيجيلي مشاكل على الماسنجر الله لا يورينا. الحما الراجل يبقى منسون وخرب بيوت، متغيرش عن الحما الست. تخيلوا بقى يا عيني لما واحده تبعت تحكي لي ان حماها وحماتها الاتنين اعارب يا خراشي، والاسوأ عماتها اللي هم اخوات جوزها برضه، وطبعا الواد اللي هو اخو الجوز طالع لابوه برضه منسون واعربه. فقلت لها يعني ايه اللي لمك على العيله الخبيثه دي؟ قالت لي النصيب غصب عنها يعني. بتتكلم ان جوزها كويس لكن سلبي، وده طبعا مصيبه سودا. سلبي وما بيعرفش يجيب حق ولا باطل يعني. الحما ده جديد؟ لا عجيب. انا بردك شفت عينه من الحما ده على فكره، شفت بعيني يعني، مش مجرد حكاوي اتحكت لي برضه وخلاص. وبعدين الغريبه بقى ان هي تقول لي ايه، حد من عندي قال كلمه ما عجبتوش جوزها، بيرد وما يهموش وما يتحركش ويزعل على نفسه قوي. لو حد من عنده هو بقى غلط في مراته بكلمه، لا عايزها هي ترد ولا هو عايز يرد. قلت لها هو المفروض هو اللي يتكلم معاه، وطبعا لانهم اهله ما يغلطش، بس ياخد حقك بالادب. قالت لي هو لا بالادب ولا بقله الادب، ولا حتى عايزني انا ارد، لا بادب ولا بقله ادب. قلت لها لا، انت كده بقى بعد كده تقلعي اللي في رجلك وتدي الكل. ما هو في ناس طالما الادب ما ينفعش معاها، الصراحه انا مع الناس اللي تبقى ايه، مؤدبه ومحترمه، لكن ده مش معناه ان اللي قدامي يسوق فيها ويدي نفسه الحق انه يهني عمال على بطال وعلى طول الخط. على فكره ده حتى ما يرضيش ربنا، ولا ده معناه ان انا قابل السيئه بالحسنه. عشان في ناس تقول لي قابل السيئه لا، مش ده المقصود، ما نفهمش الكلام غلط. لان برضو ربنا قال لك ايه، العفو عند المقدره. شفتي عند دي، عند افرضي جات لك لحظه ما كانش عندك مقدره، شفتي بقى الكلام احنا بس ايه بناخده سطحي وعايم. هل ربنا خلقك في الحياه عشان تبقي ملطشه؟ يبقى ده ما يرضيش ربنا، ده ما يرضيش ربنا. ربنا ما يقبلش على عباده الاهانه، ومن عباد زينا زيهم بشر. الراجل المنسون عادي، منسون اعامله بقى كمنسون. بصي لا تقولي لي سن ولا راجل كبير ولا زي ابوك. انا لما ابويا يبقى منسون يبقى جابه لنفسه، صح؟ ده اللي انا اعرفه. الراجل ما احترمش رجولته، ما احترمش سنه، ما احترمش هيبته، يبقى يستاهل ياخد على دماغه الحقيقه. عشان بس ما تجيش واحده تقول لي هو انت ترضي مرات اخوكي ولا ترضي مش عارف ايه، يرد على ابوكي وراجل كبير ويعتبروه زي ابوه ويعتبروه زي امه. لا خلاص، الكلام ده كان زمان، والناس لقت انه خلاص الناس استغلوا النقاط دي كتير على ان هم يجوا على اولاد الناس. فانا شايفه ان الراجل المنسون خلاص، امال انا ايه؟ ما انا بردك واحده نسوان واقفه قدامك يبقى نسوان لبعضينا. ارد عليه كنسوان، هرد عليه ساعتها كنسوان. هيقول لي انت مش كويسه، خلاص هرد عليه بطريقه الست اللي مش كويسه. ليه؟ عشان تاني مره يحرم يقول لي ان انا مش كويسه. الست اللي مش كويسه دي بتبقى ردودها 1 2 3 4 10.
هتجيك بقى من المنق خيار. خلاص. عارفين زمان دي ما كانتش ارائي والله العظيم، ولا كان ده طريقه تفكيري ابدا. بس بعد اللي مش انا بس، يعني انا اكيد شفت حاجات كتير. بعد اللي شفته شفت بلاوي، وبعد ما بقيت بومبا بقيت يجيلي مشاكل ماشي من ناس حقيقي، ولاد ناس مظلومين ومتبهدلين ومتمرمطين بسبب سكوتهم وسلبيه اسم النبي حرصه الذكري اللي هي واخداه. فلا لا انا مش شايفه خالص بعد كده ان المهزأ يتهزأ بس كده. لا تقول لي بقى كبير ولا صغير، مهزأ هتتهزأ، مهزأ جبته لنفسك. حما منسون تاخد على دماغك خلاص. ما انت بتحتك بنسوان، هنبقى زي بعض راس لراس. نسوان قصاد نسوان. حما راجل او ست مهزأة ما تزعليش بقى. انتوا مش واخدين بنات الناس تغلطوا فيهم، تفتروا عليهم، تظلموهم، تقلوا حياكوا عليهم. وابنكوا اسم النبي حرص وصاينه سلبي سكتم بكتم. وهي مش عايزه تدخل اهلها علشان ما يبقاش فيه وفيه وفيه وفيه، لا يبقى لسانك حصانك. وانت بردك كحما راجل، لو انت عادد نفسك راجل او انت حما ست عادة نفسك ست كبيره محترمه، لسانك حصانك. ان صنتيه صالح، ان هنتيه هيهينك وهيبقى على دماغك. عايزه تحترمي احترمي، عايزين تحترموا احترموا. انا لما هين مرات ابني مره واثنين وثلاثه، عشان بس لو حد سالني السؤال ده ترجيها على نفسك، ارضها. لما ابقى حما ظلمه قليله الذوق مفتريه ضلاليه جحده قاسيه عقربه، ارضاها على نفسي، ارضاها على ما انا خلاص، ما انا مهزأه. ايه تاني ما عملتوش عشان اهزق نفسي؟ ايه تاني؟ كتر النغز بالرجلين كده يعلم الرفس. تقعدي تنغزي في اللي قدامك، تنغزي في اللي قدامك، مش هيجي ينغزك ولا يقول لك ايه، هيرفسك برجليه على طول. ده اللي انا يعني من بعد السنين اللي الواحد عاشها وشاف فيها بلاوي زرقاء دي، خلاص اكتشفته بقى. فانت حلوه يا ست الكل، ما تستنيش حقك من جوزك. خلاص بقى، موضه بطلت، دي كانت موضه باطله. يقول لك اما يجي راجلك لا لا لا، انت راجل نفسك حتى لو موجود يا ست حسه في الدنيا، والله بيعرف يجيب لك حقك بالادب يا ست، عشان دول اهله واجب عليه برهم واحترامهم. ما عرفش يجيب لك حقك، لسانك مطرقه حديد، تنزل على دماغاتهم كلهم، اللي يتشدد لهم كمان. غير كده يحترموكي، شيلي جزامهم بوسه وحطيها على دماغك كده وشيليهم جوه عينيكي، جوه عينيكي. واوعي تبدأي معاهم بقلة ذوق او بغلط او بقلة احترام او تقللي من احترامك ليهم ابدا، طول ما محدش غلط معاكي. ومش من اول غلطة ولا من تاني غلطة، بردك هنعمل حساب لحاجات كتير. لكن لقينا المواجع هتبقى حلوه نفس الوانه، وانت بقيتي بقى الملطشه اللي ابننا جابها لنا. هنوقف بقى، هنعمل وقفه وقفله. شفتي حقيقته السامه وضلاله، خصوصا اخته. والله يا اختي عايزه اقول لك كلهم ام طليقك حتى بعد الطلاق مش سايباكي في حالك، مش سايباكي في حالك. يعني اعملي لها بلوك من حياتك خالص. انت ايه اللي ممكن يصادفك ولا يقابلك بيها، ولا هتأذيكي في ايه وهتعمل لك ايه وانت خلاص ابنها مغار عندها؟ حاضر هنزلهولك يا فردوس، الفيديو المصيف اللي في البلكونه عيني. حاضر. الكلام ده انا بوجهه لكل ام يعني خدت بنت الناس من اهلها، والكل اب خد لابنه بنت ناس من اهلها،
ما شافوش منها غلط، ما شافوش منها قلة حياة، ما شافوش منها قلة ذوق، ما شافوش منها وحاشة. ما تظلموهاش، ما تفتروش عليها انتوا، ما تعملوهاش ملطشة عندكم، ما تقلوش منها علشان في لحظة مهما كنتوا انتوا غاليين عندها او بتحترمكوا على ان انتوا اكبر منها سنا او اهل جوزها او لاعتبارات كتير، هتيجي في لحظة معلش هتحس ان نفسها كمان غالية عندها وان نفسها ليها حق عليها، وان ربنا ما يرجيهوش ببهدلتها واهانتها وبعزقة كرامتها طول الوقت وعلى طول الخط. فلازم يبقى في قفله كده وواقفه، كل واحد يعرف مقامه ساعتها، ويبقوا هم اللي جابوا لنفسهم وهم اللي رجعوا على نفسهم من البدايه لما رجعوا على بنت الناس البهدله والظلم والاهانه. بس كده. اللي ما ترضاهوش على نفسك كراجل عره منسون كبير وكحما اعربه قرشانه شرانيه، ما ترضوهوش على نفسك يا اعربه، ولا انت يا راجل يا اعربه، يا حما سام، انت ما ترضاهوش على بنات الناس، ما ترضاهوش على بنات الناس. مش هقول اللي ما يرضاهوش على بناته، هما كده كده مش هيرضوا على بناته، وبالتالي البنات طلعوا برضو سامين كده، حتى الابن طلع سام. والحيله التاني طلع سلبي بقى، وباين سموه هو مسموم راخر. فطلع اخرس صم بكم عمي لا ارى لا اتكلم لا اسمع لا اي شيء. بس لسانه بردك طول كده على البت يا عيني واهلها. لا ما ينفعش الوضع ده. خدي حقك بعينيكي بايديكي بلسانك يا عين امك، بس كده. اهلك ما تعبوش وشقيوا العمر كله فيكي عشان ياخدوكي اهل جوزك يلطشوا فيكي يمين وشمال. اهلك ما عززوكيش عشان اهل جوزك يهنوكي طالما انت انسانه محترمه ومؤدبه. لكن لو انت اصلا انسانه وحشه عادي بقى، ادوا بعض على دماغتكم انتوا الاثنين، هم يدوكي مره وانت تديهم مره عادي. انا بتكلم على الست المحترمه الكويسه بنت الناس بنت الاصول اللي عمرها لا غلطت ولا العيبه طلعت من بقها. انا بتكلم على دي اللي تستاهل تجيب حقها بعد كده باي طريقه هي شايفاها صح. مش هقول اكتر من كده. خليتوا الاكل بارد جولات، بس انا شبعت. انا لما بسيب الاكل شبعت. انا كل بنت الثانيه دي عشان انا شبعت قوي. متنسوش تعملوا المكرونه دي جميله قوي. اللي ما بتحبش التوم ما تعملهاش، وما بتحبش البصل ما تعملهاش، يبقى ما ينفعش تتعمل ومش هتتعمل بالطريقه دي. هي طريقتها كده، بصل وتوم خلاص، هي الخلطه بتاعتها كده. خدي دخلي الشط. طبعا لو انا هبه ما كنتش عرفت اقول كل الكلام اللي بومبا قالته ده، عشان كده لبست شخصيه بومبا وقلت اقول الكلمتين دول وارد على المشكله اللي جات لي على الماسنجر. المشكله استفزتني قوي قوي، يعني يا ربي هو مفيش حد كويس؟ يعني انت وقعتي في شله مجرمين. وحاجه تانية بقى، هما بيدوا لنفسهم الحق ان هم يغلطوا ويهينوا كده، ولو البنت بس كشرت او اتضايقت او قالت لهم يعني انا مش عايزه ارد على حد، يعني ليه بتعملوا معايا كده؟ مش عايزه. يقولوا لها وانت كمان عايزه تردي، وانت كمان ممكن تردي، وانت ازاي تتجرأي تفكري انك يعني هي ما ردتش، هي بتقول مش عايزه. فالموضوع استفزني جدا، ولقيت ان الناس دي جريئه وبجحه وواطيه حقيقي. و الاب منسون. الكلام استفزني جدا. الاب منسون جدا جدا، اللي هو الحما، ومراته اللي هي حماتها برضو. ايه ده؟ ايه كميه الغل اللي جواهم دي؟ ومربيين بناتهم الاتنين نفس القصه، على الغل والحقد والخبث. يعني القصه فيها كميه خبث ومكر وغل مش طبيعيه. وبعدين
ولدين، واحد هي اتجوزته والتاني منسون زي ابوه اللي هو ابنهم بقى اللي عايش معاهم العادي ده اللي مش جوزها. ايه ده بجد. فلقيت ان الموضوع استفزني قوي. يعني يمكن لان انا شفت حاجات منه في الواقع برضو. ما هو ده واقع، يعني هي الست دي مش خيال، ما هي واقع، يعني هي واقع. لكن قصدي شفت بشكل عن قرب، يعني شفت الصورة دي اللي اتحكت لي دي برضو عن قرب. انا شفتها بعيني في اشخاص قريبة مني. مش هفسر اكتر من كده. فدي عائلة سامة، مش علاقة سامة، دي عائلة سامة. وجوزك نفسه انسان سلبي جدا. الحب لوحده مش كفاية، هو بيحبها بتقول قوي. ليه بتزعقي يا بومبا؟ بقولك قولولي تعبان من التوم. جوزك كان هادي معاكي وبقى عصبي يعني، وبقى يمد ايده وكده. لازم تاخدوا موقف يا جماعه. ده اللي انا اكتشفته بعد سنين كتيره قوي، تجارب ليا، تجارب لناس كتير. اكتشفت انك بمجرد ما تدخلي على عيله وتحسي ان العيله دي شرانيه بطبعها وبتستحل الاهانه وبتستبيح الاهانه لغيرها، من اول مره. شوفي انا كنت بقولك ايه، اسكتي مره او اتنين. العيله اللي انت تلاحظي فيها ده اول ما تدخلي، من اول مره توقفي المواضيع دي عند حدودها. لو ما وقفتيهاش هتستمر وهيبقى حق. يوم ما هتردي هتبقي انت بقيتي ست مش كويسه، انت بقيتي قليله الادب، انت ما تربيتيش، انت وهيطلع فيكي انت القطط الفطسه. فانت من اول مره طلعي لهم القطه الفطسه على طول. من اول مره وقفيهم عند حدهم ويلزموا حدودهم، ويعرفوا ان انت بنت ناس مربيينك، تعبوا في تربيتك، خدتي ابنهم اللي هم تعبوا في تربيته برضو عشان تصونيه وهو يصونك، مش علشان اهلي يهنوه واهله يهنوني. لا لا، اصلا يا ريت تخرجوا نفسكم. انت جوزتي ابنك، كفايه انك تطمني عليه وعلى اخباره وعلى اخبار مراته بما يرضي الله، وانت بعيد في حالك. جم زاروكي وانت يعني انت حما، احلى مقابله واحلى معامله. لو زرتيهم يا بخت من زار وخفف. ما تقليش. بنت الناس كويسه معاكي حطيها في عينك، بنت الناس وحشه انت مش هتعيشي معاها. تجنبيها وخليكي في حالك واقفلي بابك عليكي وليكي ابنك عندها، تسالي عليه وتوديه وما تقوميهوش عليه. خلاص خليكي في حالك. الله يسعدك ويهنيك يا ابني. انا امك وهي مراتك، كده كده مش انت اللي عايشه معاه. انا ده رايي. انا عندي ولدين، وعندي بنت، وان شاء الله باذن الله لما ربنا يفرحني بيهم ويتجوزوا، ده اللي انا هعمله. يعني باذن الله ده اللي انا هعمله. مرات ابني انسانه لطيفه ومحترمه وجميله ومؤدبه في عينيا الاتنين. مرات ابني حسيت انها خبيثه، ما بتحبنيش، هتعاملني كده بحركات وشغل البنات اللي اوقات بنشوفه ده. انا هترفع عن ان انا اقلل من نفسي مع عيله بالنسبه لي. ما هو انا بالنسبه لي ابني ايه اللي بقى راجل ده؟ دايما نقول عليه عيالنا، عيل في الاخر بالنسبه لي. فدي مراته عيله بالنسبه لي. انا هين نفسي معاها، انا اترفع باني اتجنبها وابقى في حالي. سمعت عنها حاجه لا قدر الله، اتصل اسال ابني الف سلامه على مراتك، خلي بالك من نفسك وخلي بالك منها، تقل فيها، ما اقولش كلمه وحشه ولا تخرب بيوت، خليكي في حالك. مرات ابنك قليله الادب، مرات ابنك وحشه، مرات ابنك شرانيه، مرات ابنك خبيثه، مش انت اللي مرزوعه معاها.
ولا ابوه اللي مرزوع معاها، هي مرزوعه معاه هو. انتوا مالكوا بيها، انتوا مالكوا بيها. ما تبقاش انت راجل منسون، ولا تبقى انت ست برضو يعني عقربه، وجوزك راجل زيك عقربه، وتبقوا انتوا الاتنين حموات على بنت الناس، سواء حلوه لنفسها ولابنكوا، وحشه لنفسها ولابنكوا. مالكوش فيه. خليكوا في حالكوا، خليكوا في حالكوا، تجنبوها. هتلاقوها هي كمان غارت يا ستي، تجنبتك انت وهو، مالكوش دعوه بيها. خليكوا في حالكوا بس. ده كل اللي اقدر اقوله. صاحبه المشكله سمعاني دلوقتي وشايفاني، وقلت لك هرد عليكي في لايف، واكتبوا لي في الكومنتات ارائكم انتوا ايه. اللي معايا اللي ضدي ما عنديش مشكله، جايز يكون في ناس ليها اراء مختلفه، انا هرحب بكل الاراء. صاحبه المشكله هتشوف الكومنتات، يمكن تاخد الراي اللي يتماشى مع ظروف حياتها. ممكن ارائنا كلنا تبقى صح، بس في راي من الاراء دي كلها هو اللي تحس انه مناسب، لان كل انسان ليه ظروف حياه خاصه، فمش كل الاراء تقدر تناسبه او تقدر تناسب طبعه او شخصيته او الطرف الثاني او الحياه اللي هو عايشها. فاكتبوا في الكومنتات ارائكم، اللي معايا او اللي ضدي، كلكم على راسي من فوق من غير غلط طبعا، يعني اللي ضدي دول يعني من غير اساءة. خلينا دايما يبقى عندنا لغة الحوار اللي فيها ادب واحترام مع بعض. بس وهي شايفة وهتشوف الكومنتات، واتمنى اكون يعني كنت ضيفة خفيفة كده على قلبكم. استنوني كمان يومين، ممكن اقول لكم على اخبار عاديه، يعني هي مش يعني، بس اخبار جايه كده حلوه في الطريق، يعني ما حدش يفهم برضو حاجه. بصوا ما تفهموش حاجه غير لما انا اطلع اقول خلاص. اسيبكم في امان الله وفي رعايته، وان شاء الله هتشوفوني قريب. انا ده اللي اقدر اوعدكم بيه دلوقتي، هتشوفوني قريب باذن الله، وهحاول اطلع باستمرار. شجعوني، ادعموني دايما، حفزوني، اسالوا عليا زي ما بتسالوا عليا على الماسنجر على طول. ده اللي بيديني حافز ان انا اطلع واقعد واتكلم معاكم واصور. باي باي.